مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها وزارة الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات تنظم ورشة عمل. إشادة بتشجير مدرسة دبار والثانوية. قتال عنيف في وسط مقديشو. رومبي يؤكد حماية بلاد الفلبين. أكدت وزارة الزراعة على عدم وجود ظاهرة مقلقة للجراد الصحراوي في البلاد حاليا بفضل الجهود المستمرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والشعبية والمنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح المدير العام لقسم التنوع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حروي أسقدهم لوسائل الإعلام المحلية أن مهام السيطرة على الجراد الصحراوي تنفذ بإشراك جميع أقسام وخبراء وزارة الزراعة والمزارعين ومختلف المؤسسات الحكومية، وتوجد جهات تشرف عليها. وزارة الزراعة تتابع المعلومات الأسبوعية وتتخذ الخطوات العاجلة بشأنها. وقال إن مخاطر الجراد تتمثل في كونه عابرا للبلدان، وتجري أعمال رش المبيدات باستمرار بالمتابعة والدراسات لإبادة الجراد قبل وصوله طور التحليق، وضعا في الاعتبار ملائمة إريتريا لتكاثر الجراد، فضلا عن تبادل المعلومات الشهرية مع منظمة الزراعة والأغذية ودول المنطقة. وأشار إلى أن المساحة التي يظهر عليها جراد في البلاد تبلغ 71 ألف كيلومتر مربع، ويتطلب 36 يوما لوصول الجراد مرحلة التحليق، لذلك يتوجب إبادته قبل ذلك. وأكد بأن متابعة خبراء وزارة الزراعة والمواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة تمكن من عدم بلوغ الجراد لهذه المرحلة في إريتريا. وأوضح السيد حروي أن إريتريا لا تشهد ظاهرة مقلقة للجراد هذا العام نتيجة أعمال المكافحة التي جرت، لكنه أفاد أن المعلومات المستقاة من الأقمار الاصطناعية تبين وجود جراد بدأ يحلق في سماء السودان واليمن والمملكة العربية السعودية، مما يستدعي تكثيف المتابعة والمراقبة. وتعتبر عملية مكافحة الجراد صعبة إذا بلغ مرحلة التحليق، ويتسبب بأخطار جسيمة على المزارع والمراعي في وقت قصير، ويلحق ضررا كبيرا بالأمن الغذائي. عقدت جمعية الصحة الأهلية ندوة علمية في الأول من مارس بأسمرة تحت شعار الاهتمام بتطوير الصحة الأهلية عبر الدراسات. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور زر أبروخ تسفى مريم في افتتاح الندوة أن الجمعية تهدف للقيام بالدراسات العلمية وتشجيع الأعضاء لاتخاذ مبادرات ملموسة، مشيرا إلى أن الأوراق المقدمة في الندوة تستطلع المصاعب الصحية الآنية وتستكشف الحلول. وقال المدير العام لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عبد البرهام تصفاطيون في التقرير الذي قدمه أن الإصابة بمرض الملاريا كانت عالية في البلاد عام 1998، لكن الجهود المبذولة أدت إلى خفض الوفيات جراء المرض حاليا. وأوضح أن التطعيم الذي لم يتجاوز 90% عام 2012 بلغ حاليا 98% نتيجة الجهود الجارية لضمان الصحة العامة، مؤكدا تحقيق نجاحات للحد من ختان الإناث ووفيات الأمهات والأطفال ومرض الإيدز والأمراض المعدية الأخرى. وسيتم الحفاظ على هذه الإنجازات مستقبلا والعمل بالتركيز لمكافحة أمراض السرطان والكلى وغيرها. وقدمت في الندوة العلمية السنوية الأولى أوراق عمل حول العلاج الذاتي وأوضاع الأسرة التي ترعى المعاقين ذهنيا وجسديا وختان الإناث وتحديات الدورة الشهرية والانتشار السريع لمرض الملاريا في منطقة القلب. وأوضح مقدمو الأوراق لوكالة الرنا أن الندوة خلقت لهم الأرضية لإثراء الأبحاث التي أجروها في مختلف الأوقات عبر البحث والنقاش. هذا وقد بدأت جمعية الصحة الأهلية نشاطها في شهر يوليو 2017 وتعمل تحت إشراف وزارة الصحة. أشاد خبراء الزراعة بأنشطة التشجير التي قامت بها مدرسة دبار والثانوية في السنتين الماضيتين. وأوضح المهنيون الزراعيون قرص حوالي 2000 شتلة في المدرسة في العامين الماضيين، وحصلت المدرسة على جائزة وزارة الزراعة لهذه المبادرة النموذجية. وقال مدير المدرسة الأستاذ قرز قهير برهين أنشطة التشجير تجري بتعاون المعلمين والطلاب، مشيرا إلى أن عدم تسوير المدرسة وظاهرة حشرة الأرض وقساوة التربة كان من التحديات الأساسية. وأعرب الطلاب عن سعادتهم لنمو ونجاح التشجير الذي قاموا به لعامين، مؤكدين على استعدادهم لغرس كل طالب شتلة باسمه ومتابعة نموها. هذا ويبلغ عدد طلاب مدرسة دبار والثانوية حاليا 1842 طالبا.
عقد لقاء في مديريتي شامبق ودق لتعزيز الجهود الجارية للتعرف على المحاصيل على الأسباب التي تؤثر سلبا في عملية التعليم والتعلم وتحسينها. وشارك في اللقاء مديري المدارس ومدراء الضواحي ولجان المدارس والشركاء. وأشار مسؤول مكتب التعليم في مديرية شامبق الأستاذ تسفى ميكيل أرآيا إلى عدم بلوغ مشاركة الطلاب في التعليم وكذلك النتائج المحققة المستوى المأمول، داعيا الآباء لبذل جهود حثيثة لمعالجة ذلك. من جهته قال مسؤول مكتب التعليم في مديرية دقة الأستاذ عبد الله عمر أنه رغم وجود 11 مدرسة ابتدائية في المديرية و6 مدارس متوسطة وثانوية إلا أن أعداد الطلاب لم تصل إلى المستوى المطلوب، مناشدا بمنح اهتمام أكبر بالأطفال المتخلفين عن الدراسة. من جانبه ذكر مسؤول التعليم في إقليم الكاشبرك السيد محمد علي إبراهيم بإجراء دراسة دقيقة للتعرف على أسباب مقاطعة الطلاب للتعليم في المديريات، مؤكدا بذل الجهد لإكمال القصور والمستلزمات التعليمية الرئيسية. جرت أنشطة توعية لطلاب مايمنة حول الرعاية الصحية والنظافة البيئية. وأوضح ممثل وزارة الصحة في المديرية السيد هبتوم سمحات أن النظافة وإصلاح البيئة أساس لمكافحة الأمراض المعدية، ناصحا للطلاب بتنظيف بيئتهم لضمان صحتهم. ودعا أعضاء لجنة إصلاح البيئة الطلاب للمساهمة في نظافة البيئة والتوعية بشأنها. في غضون ذلك دعا سكان ضاحية دبري الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة مرض السعار الكلاب. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 6 مسؤولين أمنيين في فنزويلا، وألقت تأشيرات للعشرات ممن تربطهم علاقات بالرئيس نيكولاس مادورو وأسرهم في أحدث خطوة لتكثيف الضغط عليه كي يتنحى. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن 6 المستهدفين بالعقوبات هم من المسؤولين الأمنيين الحاليين أو السابقين، وأصدروا أوامر لمجموعات منعت دخول مساعدات إنسانية للمواطنين في فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي من كولومبيا والبرازيل المجاورتين. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين أنهم يفرضون العقوبات على أفراد من قوات أمن مادورو ردا على العنف البغيض والوفيات المأساوية والإحراق الجائر للأغذية والأدوية التي كانت موجهة لجوعى ومرضى من الفنزويليين. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الموالين لمادورو الذين يطيلون من معاناة ضحايا تلك الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها أفراد. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت حكومة فنزويلا بعقوبات يوم الاثنين، ودعت حلفائها إلى تجميد أصول شركة النفط الحكومية. قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة التي خرجت على حدود قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا بالرصاص الحي، فضلا عن آخرين بحالات اختناق. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعات من الفتية والشبان شرق منطقة ملك الشرق مدينة، مما أدى إلى وقوع الإصابات التي وصفت بالمتوسطة. واستهدف الجنود الإسرائيليون 3 مسعفين وصحفيين بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.